عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنديرو العسل كيجي زوين بالنسبه للشباكيه ولا الماكله ديال الدار. غنبداو على بركه الله. عندي هنا قالب ديال السكر وغندير معاه واحد يطرو ونص ديال الماء. هنا انا عندي العباره يطرو ونص ديال الماء. اذا بغيتوه خفيف بغيتوه قاصح شويه تقدروا ديروا يطرو ربع على حسب. انا بغيتو شويه خفيف. غنزيد فيه صافي. من بعد غنزيد واحد جوج دائرات ديال الحامض. هاد الحامض صغير شويه بلدي كيجي زوين. حيت منه العظام باش ما يجينيش مار على اللحم. وغنزيد واحد جوج دائرات ديال الليمون حتى هو كيعطي واحد التعليكه وواحد النكهه زوينه. يعني اللي متوفر الانسان يديرو. شكرا بزاف الدريات على الدعم ديالكم وعلى التعاليق اللي خليتوا لي في الفيديو اللي داز. كنشكركم بزاف على التشجيعات والتعليقات الزوينه. هنا زدت جوج ليمونات هي كتعطي واحد النكهه زوينه. وغنزيد واحد شويه ديال القرنفل حتى هو كيحيد هذيك النكهه ديال العسل كتكون مجهده حلوه بزاف كتبقى تصعق. هنايا زدتو باش يكسر لينا ويعطينا اللون زوين ذهبي. وزدت حتى شويه ديال القرفه عواد حتى هي كتعطيه واحد التعليكه زوينه. هنا تقدروا تزيدوا المسكه الحره تقدروا شويه مليحه انا نسيتها. صافي هنا نخليه يذوب واحد شويه عاد نديرو فوق البوطه ان شاء الله. هنا من بعد ما داب واحد شويه غنحركو. هنا تقدروا تخليوه ليله كامله يعني ديروا هادشي في الليل تنوضوا الصباح تشعلوا عليه البوطه حتى هي مزيانه. انا هنا بغيت دغيا نطيبو ماشي مشكل. صافي دابا غنغطيه ونديرو فوق البوطه. راه كياخذ لينا غير الساعه قل ربع. هنا غنسد عليه واحد نص ساعه وعاد نحل عليه نشوفو كيفاش رجع عاد نكمل ليه الطياب. هنا من بعد ما دازت نص ساعه نفتحو نشوفو كيفاش ولا العسل ديالنا. باقي ما وجدش ولكن ما خصوش بزاف يعني غير واحد ربع ساعه 20 دقيقه تقريبا ونطفيو عليه. هنرجعو 21 دقيقه عاد نكملوا الفيديو ان شاء الله. هنا من بعد ما دازت 20 دقيقه هنشوفوا العسل ديالنا كيفاش ولا. هنا ولا واجد خدا واحد اللون ذهبي زوين. كيكون هذاك الليمون ديالنا والحامض طاب كيولي محمر على هاد الشكل. صافي كنعرفوا العسل ديالنا واجد. غنخليه يبرد واحد شويه وعاد نكمل معكم ان شاء الله. دابا انايا ما عنديروش للشباكيه يعني غنخليه للاستعمال اليومي. غنخليه خاتر واحد شويه. واللي باغيه للشباكيه يعني يحاول يخليه خفيف وحتى لا عقد ليكم ماشي مشكل. يعني ديروا واحد كاس ديال الماء طايب وزيدوه فيه او يرجع عادي. وهنا من بعد ما كبيتو جا على هاد الشكل. من بعد ما برد جا ناجح وما كيتقطع ما والو. شكرا لكم بزاف على المتابعه وشكرا على تعاليقاتكم الزوينه كتفرحني وكتحفزني بالمزيد ان شاء الله. واذا كان اي طلب كتبوه لي في الكومونتير ونجاوبكم عليه ان شاء الله او اي سؤال. والله يحفظكم ليا ان شاء الله.